السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ النهاردة هنعمل وصفة بسيطة جدا وسهلة عليكم. هنعمل الفريك وهنعمل فراخ محمرة وهنعمل ملوخية خضراء. دي كده وصفتنا النهاردة. يلا تعالي معايا خشي كملي الفيديو عشان تعملي معايا احلى وصفة وابسط وصفة من مطبخ رحاب البدري. السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ النهاردة هنعمل اكلة بسيطة جدا وسهلة قوي. عندنا الاكله بتاعتنا هنعمل فريك وفراخ محمره. دي اكله سريعه. ايه المكونات اللي احنا هنشتغل بيها؟ انا عندي في الحله ديت بصلايه كبيره متقطعه مع معلقه سمنه ونص معلقه ثوم مفروم. قلبتهم كويس لغايه ما البصله اصفرت، وبعد كده ضفت عليها الفريك ده منقوع 10 دقايق، وبعد كده رحت ضفته على البصله وببتدي ان انا اقلبه. البهارات بتاعته ملح وفلفل اسود. بعد كده عندي الشوربه المغليه اللي هي بتاعه الفراخ، هنبتدي نضيف عليها كده. بعد ما ضفنا الشوربه يا دوب غطت الفريك زي ما انتم شايفين كده، ما بزودش اكتر من كده عشان هو منقوع. كده انا هسيبه بقى يتشرب، واول ما يتشرب ويخلص معايا هنكون جهزنا الفراخ المحمره. طبعا الفراخ المحمره هي فراخ سلقاها وببتدي ان انا اقليها في الزيت، وهرجع لكم بعد ما الفريك يخلص ونشوف الطبق بتاعنا النهارده شكله ايه. كده الفراخ اهي بتتحمر زي ما انتم شايفين، وهنا الفريك انا غطيته وسبته يتشرب، وهنرجع بعد ما نخلص الفراخ ونشوف هنعمل ايه تاني. كده يا حبايبي احنا سيبنا الفريك زي ما قلنا يتشرب والفراخ اهي بتتحمر، وقلنا نعمل بقى شويه ملوخيه خضره جنبيهم. كده الملوخيه انا غسلاها ومقرطفاها زي ما انتم شايفين، وهبتدي اعملها في الكبه. دي اسهل طريقه ممكن تعملي فيها الملوخيه. نبتدي بقى كده. انا حطيت في الكبه اهو الملوخيه، ومعاها نحط بقى كبشه شوربه، بس كبشه شوربه بارده عشان تلف معايا. بس ابتدي بقى اشغل. نبتدي نشغل الكبه. كده نشوف النتيجة. ايه رأيكم في النتيجة؟ هي كبشة شوربة، ده كيلو ملوخية. حطيت كبشة شوربة عليه زي ما انتوا شايفين اتطحنت، وما شاء الله عليها، يعني ما فيهاش ولا حتة خشنة. كده بقى نجهز الشوربة عشان نعمل احلى طبق ملوخية مع الفريك والفراخ. يلا بقى يا ولاد نعمل مع بعض الملوخية. كده يا حبايبي ده الشوربه اهي على النار، ومعاها معلقه توم كبيره مفرومه ومكعب ماجي، شويه فلفل اسود يعني نص معلقه فلفل اسود صغيره، نص معلقه كزبره صغيره، وبقلب كل ده مع بعضيه عشان ادوب مكعب الماجي. كده الشوربه غليت اهو، ابتدي بقى اوطي عليها عشان اضيف الملوخيه.
بسم الله الرحمن الرحيم. اقلبها بقى بالمعلقه كده، بفكها اهو مع الشوربه. كده خلاص. كده خلاص الملوخيه انا هطفي بقى عليها ونبتدي نجهز الطشه بتاعتها. شايفين الملوخيه دي بقى ملوخيه الشتاء، تجيبي الكيلو حزمه كده صغيره ومسخوطه تطلع لك طبقين بالعافيه. نعمل بقى الطشه مع بعض. كده عندنا معلقتين توم كبار مفرومين، بس ده عشان توم متفرز تلاقوه مجمد، ومعلقه كزبره ناشفه كبيره، ومعلقه سمنه كبيره. بقلب بقى كل ده مع بعضيه كده لغايه كده ما التومه تتحمر معايا. كده التومه اهو اتحمر زي ما انتم شايفين. نبتدي بقى نحطها على الملوخيه كده. وكده الملوخيه خلصت معايا. نبتدي بقى نحضر بقى طبق الفريك بتاعنا بالفراخ وطبق الملوخيه اللي يجنن ده. يلا بقى نخلص كده اخر حاجه. كده يا حبايبي ده شكل كده الطبق بتاعنا النهارده، الفريك والفراخ المحمره والملوخيه. ايه رايكم في وصفتنا النهارده؟ كانت وصفه بسيطه وسهله وجميله جدا. اتمنى لو عجبتكم ما تنسونيش في اللايك والاشتراك فضلا وليس امرا عشان يوصل لكم كل وصفه جديده من مطبخ رحاب البدري. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.